هو احنا كبشريه ازاي لغايه دلوقتي مش عارفين نقضي على الناموس؟ يعني وصلنا لعلاجات للسرطان وعمليات زراعه القلب والكبد وبنخطط نعيش على المريخ، ومع ذلك مش عارفين نقضي على حشره تافهه زي دي؟ ازاي طيب؟ ده احنا حتى لينا باع طويل في القضاء على الكائنات الحيه. اكتر من مليون نوع من الكائنات الحيه انقرضت او مهدده بالانقراض بسبب. بس لا حضرتك، الناموس مش كائن عادي، الناموس اقدم مننا احنا كبني ادمين. الناموس بتاعنا ده موجود على الارض بقاله اكتر من 47 مليون سنه، واجداده بقالهم اكتر من 100 مليون سنه. يعني لما حضرتك تقعد تتفشخر بجدودك خوفو اللي بنى الهرم واحمس اللي هزم الهكسوس، الناموس بيتفشخر بجدوده اللي كانوا بيقرصوا في الديناصورات. الناموس ليه اكتر من 3000 نوع، بس اللي بيأذينا منهم او اللي بيضايقنا منهم حوالي 200 نوع بس. واللي بيجي يقرصك وبيضايقك ده هي اناث الناموس مش الذكور. الاناث هي اللي بتمص الدم عشان تعرف تنتج البيض. لكن للاسف الناموس مش بس بيقرصك، الناموس بيقتل سنويا اكتر من 700 الف شخص نتيجه امراض كتير بينقلها، زي مرض الملاريا والزيكا فيروس وفيروس غرب النيل والحمى الصفراء، وبعض الانواع بتسبب الفلاريا اللي هو بيسموه مرض الفيل. طب ما دام الناموس مؤذي قوي كده وبيسبب كل الامراض دي وبيقتل كل العدد ده، طب ما نقضي عليه ونخلص. ازاي مش عارفين نقضي عليه؟ احنا طورنا وبيدات حشريه كتير للناموس، لكن الناموس زي ما قلنا عنده حضاره طويله وقدر يكون مقاومه ضد انواع كتير من المبيدات. مبيد زي الدي دي تي، ده مبيد مشهور جدا، ده مبيد حشري طورناه، للاسف دمر البيئه وقتل حشرات كتير مفيده للبيئه وعمل تلوث كبير في البيئه، والناموس قدر يكون مقاومه ضده، وفي الاخر البيئه هي اللي دفعت الثمن. السؤال المهم اللي لازم نساله، هل لو قضينا على الناموس تماما هل ده هيأثر على حياتنا بالسلب؟ الناموس هو وجبه غذائيه مهمه للضفادع وبعض انواع الاسماك والخفافيش. الناموس بيساعد على تلقيح نباتات كتير، فهل لو قضينا عليه تماما ده هيدمر النظام البيئي؟ احنا نقدر نقضي على الناموس، لكن في علماء كتير شايفين ان ده هيدمر التوازن البيئي وهيأثر على حياتنا بالسلب، وعلماء تانيين شايفين ان البيئه ممكن تتعافى وتشوف بديل للناموس. وبالفعل العلماء ما وقفوش بس عند المبيدات الحشريه اللي ممكن تدمر البيئه وممكن تاذينا. العلماء بداوا مشروع عالمي اسمه ايكو سيستم ابروتش على نوع من الناموس اسمه الايديس ايجيبتاي. الفكره انهم بيعدلوا في الجينات الوراثيه بتاعت الذكور بتاعت الناموس، ان في الاجيال الجايه لما يجي يخلف يطلع ذكور عقيمه. الناموسه الذكر دي مش هتخلف تاني. وسنه 2018 طوروا تقنيه اسمها الكريسبر كاس 9، بحيث انهم ينتجوا اجيال اناث من الناموس ما عندهاش قدره على انتاج البيض، ويطوروا عدد كبير من الناموس الذكور والاناث ويطلقوهم في الطبيعه يتكاثروا، وبالتالي يعملوا اجيال الاجيال دي ما تقدرش تخلف. احنا كبشر عندنا ادوات قويه للقضاء على الناموس، لكن لازم نفكر في عواقبها وتاثيرها على حياتنا ونظامنا. وفي الحلقه الجايه هقول لكم ازاي تعملوا مضاد للناموس طبيعي من البيت يطرد الناموس، او مضاد ناموس تدهن بيه جسمك يمنع الناموس انه يقرب لك من غير ما تستخدم مبيدات مجهوله المصدر ومن غير ما تضر صحتك وصحه اولادك. استنونا الحلقه الجايه، يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطريه.